حاول الصبي قطع جناحيه لأن والده يكره المتحولين. عندما جاء والده حاول الصبي إخفاء الأدوات بسرعة، لكن والده شعر بشيء واقتحم المنزل ليكتشف أنه متحول أيضا. خلال 10 سنوات عمل والده سرا ليصنع جرعة قادرة على تعطيل جين التحول بشكل دائم. عندما حاول: لو خيروك تسمع الأغاني 5 دقائق ولا تسمع القرآن دقيقة، تخيل الله يراك وأنت تنشر القرآن وتكتب لا إله إلا الله. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون. أيعدكم أنكم إذا متم. إعطائها لابنه رفض الصبي، وفجأة ظهرا جناحان ضخمان على ظهره. ركض للأمام وطار عبر النافذة. ذهل الجميع وهو يحلق في السماء. لاحقا عندما كان والده في خطر، نسي الصبي الماضي وسارع لإنقاذه. صدم والده واكتشف أن قدرات ابنه لم تكن لعنة بل هبة. وخلال قتال مع متحولين آخرين، أصيب الصبي بجروح وتضررت أجنحته. وبينما كان على وشك اليأس، ألقى رجل تعويذة فبدأت أجنحته بالشفاء، ولم تنم من جديد فحسب، بل كانت هذه المرة مصنوعة من المعدن. اللهم ادخل والدينا الجنة، قولوا أمين يا رب العالمين.